المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عقد أول ندوة له لهذا الموسم الثقافي السنة دي. ده كان بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف والدكتور علي جمعة المفتي. طبعا تحدثوا فيما نمر به هذه الأيام، تحديدا فيما يتعلق بفوضى الفتاوى في القنوات الفضائية، وأيضا كل ما يثار عن جماعات، عن هيئات أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. كان هذا حديث طويل هنتابعه مع حضراتكم. افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف مساء أمس فعاليات الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأولى ندواتها تحت عنوان تكامل المؤسسات الإسلامية في تقديم المنهج الوسطي، والذي يتم التحدث خلاله بشكل أساسي فوضى الفتاوى وتأثيرها السلبي على المجتمع في ظل انتشار القنوات الفضائية. الندوة التي تشهدها اليوم محاولة تصحيح المسار، والكل يشهد بأن هناك من افتأت على المسار الدعوي الإسلامي ودخل في هذا المجال بدون أن يكون له حظ من العلم ونصيب من العلم. اليوم نحاول أن نثبت أقدام المنهج الأزهري العلمي متضافرا ومتعاونا مع المنهج الإعلامي السديد. مفتي الجمهورية عقد حوارا مفتوحا بينه وبين الحاضرين حول المستجدات المطروحة على الساحة، متحدثا عن دور الفضائيات في تقديم البرامج الدينية الوسطية وتأثيرها على أفكار ومعتقدات العامة. الناس تخلط كثيرا بين العلم وبين الرأي، ويعتقد أن شفاء فيروس سي بواسطة الحمام الذي هو شيء مضحك أنه رأي وينبغي أن يقال، ولذلك ليس هناك قانون يمنع لا المتطببين من دعواهم الطب ولا المتصدرين من دعواهم الفتوى، ولكن نحن نقوم بدورنا بطريقة أخرى، وهو أن كل شخص يسمع كلاما غريبا عجيبا عن روح الإسلام، عن روح مصر، عما تربى عليه من الدين، يذهب إلى دار الفتوى من أجل أن تقول له الحقيقة. ويعد هذا الموسم الثقافي هو الأول من نوعه في عهد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، حيث كان من المعتاد أن تعقد ندواته في مسجد النور، إلى أنها المرة الأولى أيضا الذي تقرر فيها عقدها بالمجلس. هذا ومن المفترض أن يتم عقد الندوات بشكل منتظم يحاضر فيها كبار علماء الأزهر الشريف ورؤساء وأعضاء لجان المجلس الأعلى. سارة حسين، الحياة اليوم.